بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ورحمة الله وبركاته في أحوال بلدنا. طبعا أنا سمعت عن شخصية بتتكلم عن حاجة جديدة جميلة بصراحة ربنا، حاجة حلوة قوي. بيقول إن إحنا لازم نعمل تشفير الدوري العام بتاعنا، بحيث إن كل واحد يدفع 100 جنيه مقابل التشفير ده. والله حلوة قوي. أنا مش بجيب اسم الشخصية، ولكن ما أنت عندك أنت أصلا عندك دوري عام، أنت أصلا عندك كورة. 100 جنيه على إيه؟ وأنت في عندك فريق أصلا؟ يعني تدفع الناس 100 جنيه كل واحد عاوز يقول لك هنجمع 36 مليار او مبلغ او حوار طبعا كبير قوي. مقابل ايه؟ وانت عندك كوره زي ريال مدريد ولا برشلونه ولا غيره ولا غيره. انت عندك اصلا كوره بتدخلك فلوس. ده انت عندك كوره ما شاء الله بتدفع على فلوس. لا بنروح لك افريقيه ولا كاس عالم ولا بنعمل اي حاجه في اي حاجه. وعاوز كمان تشفر الدوري المحلي اللي الناس اصلا يعني لان كانوا بتشوفوا اصلا. احنا لا عندنا كوره ولا عندنا اي حاجه، والحمد لله الناس بتحول الاهلي شويه، الزمالك شويه، ده بيتفرج على ماتش. انما كمان تشفروا الدوري المحلي. ايه الاقتراحات الحلوه بتاعتكم دي؟ هو انتوا اقتراحاتكم كلها ازاي تلم فلوس؟ يا عم تقترح اقتراح يجيب فلوس. ازاي نصدر، ازاي نصنع، ازاي نعمل شغل، ازاي يطلع من عندنا لاعيبه تجيب فلوس، ازاي نعمل شغل يدخل البلد فلوس. مش ان احنا ندور ازاي نلم فلوس. الشعب ما عادش معاه فلوس. ما نقعدش نخترع اختراعات عشان نلم من الناس. سيب الناس تتفرج على الدوري، الناس خلاص تنبسط، الناس تلاقي حاجه تعملها. انما كمان تشفر الدوري. وجميله قوي، حلوه قوي، جميله خالص اللي انت بتعملوه. تفكيرنا كله منصب ازاي نجمع فلوس، ازاي نلم الناس فلوس، مش ازاي ندوهم فلوس. لا ادوا للناس فلوس، انما نشفر الدوري عشان نلم. ما تشفرش الدوري، اقفل التلفزيون خالص، وقفوا الكوره وقفوا الماتشات، لان ما فيش حاجه اصلا تنفع. يا ريت تفكيرنا كله ينصب ازاي نجيب فلوس، ازاي نصنع، ازاي نصدر بره، مش ازاي نلم من الناس فلوس. الناس اللي اقتراحاتها جميله ديت يا ريت تبطلها. اقترحوا ازاي تدخلوا البلد فلوس، ازاي نطلع من عندنا صادرات، ازاي واردات، ازاي نطلع من عندنا لعيبه محترمه تطلع بره تحترف بره وترفع اسم مصر، ازاي نكون منتخب ينافس عالميا، مش المنتخب يطلع بره يطلع يرجع بشكل مخزي. ايه التفكير اللي مبني ازاي تلم من الناس فلوس؟ فكروا ازاي تجيبوا فلوس من بره من خلال الصادرات والواردات والشغل اللي يفتح النفس ده، مش ازاي نلم من الناس فلوس. لا نشفر الدوري ولا كلام من ده كله، ولا نسمع الكلام الفارغ اللي بيتقال ده كلته. لازم ندور ازاي نجيب فلوس من بره، واردات، صادرات، شغل زي ده. معكم الاعلامي ابراهيم عيسى في احوال بلدنا.